السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي سألتني على موضوع الباسورد، ان انا عايز اعمل باسورد في المكنة الكيوسيرا بحيث ان محدش يعرف يشتغل على المكنة وانا مش موجود. فانا جاي النهاردة في الفيديو ده اعرفك ازاي تعمل باسورد للمكنة وازاي تقدر تغيره او تقدر تلغيه، واشرح لك كل حاجة بالتفصيل واحدة واحدة. مش شرط تكون مهندس او فني صيانة عشان تقدر ان انت تعمل الخطوات ديت. ممكن تبقى حد عادي جدا صاحب مكنة، فاعرفك ازاي تعمل باسورد للمكنة عشان حتى لو حبيت تغير الباسورد او تشيله فيما بعد برضو اعرفك كل حاجة. طبعا قبل ما نبدا الفيديو عايزك تصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناه ولك للفيديو عشان تقدر مجهودنا وتعبنا. تعالى بقى كده نبدا الفيديو بتاعنا ان شاء الله. دلوقتي احنا نخش على قائمة السيستم. تمام. وبعد كده بخش على حاجة اسمها يوزر لوجن جوب اكونت. هيطلب مني الباسورد اللي هو بتاع سرعة المكنة. بشوف المكنة بتاعتي كام واكتب السرعة بتاعتها. انا عندي المكنة 3000. طبعا انت لو مكانتك 45 او 5000 فبتكتب 5000، 3 خمسات او 4 خمسات بتكتب مثلا 5000، 4000 بتكتب 4000 كده، يعني 45 بتكتب 4500، 3005 بتكتب 3000 كده يعني. جميل. بعد كده بخش على القائمة دي، بخش على حاجة اسمها جوب اكونت سيتنج واقول نيكست. بعد كده بخش على جوب اكونت، دي هي مقفولة عندي اوف، انا بضطر اخليها اون عشان يديني فرصة ان انا ازود اكونت جديد. وبعد كده بخش على حاجه اسمها جوب اكونت اكسس لوكال، لا جوب اكونت لوكال. وبعد كده حاجه اسمها اكونت ليست. هنا انا المفترض هنا في يوزرات بس ما فيش ولا واحد، فانا بعمل له اد يعني اضافه. وبعمل اكونت نيم، بدي اسم الاكونت بتاعي، انا هسميه ادمن، عايز تسميه اي اسم سميه براحتك، واقول له اوكي. طب انا كده اديت الاسم، لازم احط الباسورد. يبقى الاكونت الاي دي هنخليه 1 مثلا 2 3 4، واقول له اوكي. يبقى انا كده اعطيت اكونت اسم، اعطيت له باسورد، بعمل سيف واقول كلوز. اهو كده مديني انتر ذا اكونت الاي دي بتاعي. لو مش معايا الباسورد المكنه ولا هتخش تطبع ولا تهندل منها اي حاجه. طب انا دلوقتي لو معيش ايه الباسورد مثلا وحابب ان انا يعني خلاص انا نسيت الباسورد او ما بقتش فاكره، حابب ان انا اخش اغير الباسورد تاني او الغيه مثلا، وهو اصلا في باسورد مش يعني انا مش عارف ان انا اخش اغيره او اعمل حاجه، فاقدر اخش اغيره ازاي؟ طيب دلوقتي انا لازم يكون معايا الباسورد ده، لو مش معايا انا هخش السيستم. تمام. جميل. وارجع تاني نفس النظام، يوزر لوجن اللي هو 3000، نفس النظام يوزر لوجن سيتنج، لا جوب اكونت سيتنج. انا عندي هنا عامله اون، انا هخليه اوف. تمام. لو انا عملت اوف دلوقتي المفترض الاي دي بتاع الاكونت يروح، مش هيبقى موجود. يعني مثلا انا عامل له اوف، اوكي كلوز، كده خلاص هو مش موجود خالص. تمام. تمام. طيب احنا نقدر نقول كده مبدئيا ان الفيديو احنا خلصناه، بس طبعا انا عايز اعرفكم ان في مشكلة تانية بتقابل بعض الناس من خلال الناس الفنيين، ان هما بيغيروا البرنامج الاساسي اللي هو 10871087. في فنيين ياما بيخشوا يغيروه بعد ما مثلا بيجي يشتغل في المكنة، بيقدر ان هو يغير الباسورد دوت، وتيجي انت بعد كده تكمل مثلا في المكنة تلاقي المكنة ما بتقدرش تخش على البرامج ديت، فانت تبقى مش عارف تعمل ايه. فان شاء الله في فيديو قادم اعرفك ازاي ان انت تحل المشكله بتاعت مثلا الباسورد اللي هو غيره ده، بس طبعا ده بناء عن التعليقات. لو انت كاتب في التعليقات مثلا ان فعلا هو الموضوع مهم وانت عايز تعرفه، فانا ان شاء الله اساعدك ازاي تعرفه. وما تحرمناش من اللايك الجميل والاشتراك طبعا في القناه، وعايزك تقدر المجهود اللي احنا بنعمله ده، مش بنستفاده حاجه، كل الاستفاده بس ان احنا نساعدك عشان نرحمك من استغلال الفنيين والمهندسين والزيارات والكلام دوت، ونخليك تقدر تعمل كل حاجه بنفسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.